بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده جايبه لكم اكله ظريفه سريعه، مش هتاخد منك وقت، الولاد هيحبوها قوي صدقيني. يعني خديها مني كلمه، رغم اني عارفه ان في اطفال كتير مش بيحبوا الكبد والقوانص والكلام ده، بس المره دي هما هيحبوها. انا عندي زي ما انت شايفه كده كبد، ده حوالي نص كيلو. غسلته كويس بملح وفلفل وليمون، وحطيت ربع كوباية لبن، لمعلوماتي ان هي بتشيل الزفارة. وغسلتها كويس وشطفتها، ودلوقتي هحطها في مصفى تصفي المية، اي مية فيها. وهنشوف الرز بقى، خلي دي على جنب. تعالي نشوف الرز بتاعنا النهاردة هيبقى رز غير رز، فعلا رائع، هيعجب الولاد جدا. شبيه كده برز الكبسة، بنفس التوابل اللي انتي بتاكليها لما بتاكلي الكبسة السعودي دي، بس هنعملها المرة دي برز بلدي مصري بلدي عادي، مش الرز اللي هو البسمتي. عندي كوبايتين رز. خلاص، تعالوا بقى هغسلهم واصفيهم، وتعالوا نشوف هنعمل ايه. عندي الحلة بتاعتي والطاسة. الحلة هحط فيها معلقة زبدة كبيرة ومعلقة زيت كبيرة زي ما انتم شايفين. خلاص، هحط البصلة، انا عاملة بصلة كبيرة قوي. نص البصلة هحطها على الرز، ونص البصلة التاني هحطها في الطاسة للكبدة. برضو معلقة زيت كبيرة، حوالي معلقة زيت كبيرة كده، مش عايزة اكتر الدهون قوي، ودي عشان كبد بس، فمش هتنزل دهون قوي زي لما يكون كبد وقوانص. البصلة احمرت، عندي بقى توم بودر، بصل بودر، قرفة وجنزبيل وقرنفل وملح ورشة جوز الطيب. ركزي معايا، توم بودر، بصل بودر، ودول بقولك كأنك حاطه مرقة دجاج. قرفة وجنزبيل وقرنفل، ما شاء الله بيدي طعم اللي هي حاجة الكبسة. والملح ورشة جوز الطيب. وهو ضفت دلوقتي معلقة صغيرة من الكركم، طبعا عشان اللون وبرده طعم. ادي الكبدة بتاعتي انا حطيتها على البصل. اول ما البصل خد لون، عندي بقى التوابل، ملح وفلفل وكمون، مفيش اي بقى ولا قرفة ولا اي حاجة. والليمونة بتاعتي، الليمونة دي مش هتحسي بطعمها قوي في الاكل، بس مش هتلاقي ريحة للزفارة نهائي اثناء الاكل. وبتاع ده قرن فلفل اخضر، حراق بقى او بارد، انا عشان ولادي ما بيحبوش الحراق. هنا التوابل ما شاء الله خدت الريحة بتاعة البصل، يعني التوابل لما بتتشوح بتدي ريحتها بتطلع اكتر، بتبقى جميلة. هنا انا حطيت كوبايتين ونص مية، هما كوبايتين رز بس انا حطيت كوبايتين ونص مية، وضفت الرز بتاعي. واثناء التسوية هبقى افتح عليه. خديها معلومة مني، اي رز بيتعمل متضاف عليه حاجات بيتعب في التسوية شوية، فوانا بسويه بروح افتح عليه، اروح مسقسقاه شوية مية. فالكوبايتين دول رز خدوا مني 3 كوبايات مية. ادي الكبدة بتاعتي بقى، اول ما المية اللي فيها نشفت خالص، ضفت اخر مكون اللي هو الثوم، 3 فصوص ثوم حلوين مفرومين. الريحة بقى طلعت الله الله الله، بجد ولادك هيعشقوا الوصفة دي، سهلة، ما خدتش مني وقت وانا في المطبخ. حاطه الرز وحاطه الكبد والقوانص شغاله فيهم، واول ما خلصوا على طول زي ما انتم شايفين طريقه التزويق، تحطي الكبده في تحت الطبق، وبعدين تروحي حاطه عليه الرز وتكتميه قوي، وبعدين تقلبيه. وحطت لهم كاتشب، وبألف هنا وشفا. جربوها على ضمانتي، مش هتندموا. ما تنسوناش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب. شاركوها لكل اصحابكم على الفيس وعلى جروبات الواتس وما الى ذلك، علشان تشجعوني ان انا اقدم لكم كل جديد. ولو الوصفة عجبتكم وجربتوها وطلعت حلوة، قولولي في الكومنتات. خلاص حبايبي، مع الف سلامة. الله على الجمال.